في حلقة اليوم من شباب البومب الثالث عشر بعنوان حي ميت، تأثر الجمهور جدا مع حلقة اليوم، حيث بدأت أحداث الحلقة في أجواء احتفالية مبهجة، وتقابل أبو عامر مع صديق طفولته أبو مبارك، وفتحوا سويا صندوق ذكريات الماضي التي عاشوها معا. لكن في اليوم الثاني بعدما تبادل الصديقان أرقام هواتفهما، استقبل أبو عامر رسالة نصية على هاتفه، وطلب من ابنه عامر أن يحضر الهاتف، وجاء محتوى الرسالة أن صديقه أبو مبارك قد توفى. يعيش أبو عامر لحظات حزينة على فقدان كل أقاربه، حيث أخبر أم عامر أنه أصبح ليس أحد في الدنيا غيرها بجانبه، مما جعلها تشعر بالحزن على وضعه الذي يسوء يوما بعد يوم. حاول عامر بالتعاون مع والدته وأشقائه أن يعثر على طريقة لكي يبث الطاقة الإيجابية في المنزل، حتى يخرج أبو عامر من الحالة النفسية الصعبة التي يمر بها بعد وفاة صديقه المقرب. واستعان عامر بعمته وأولادها ليجلسوا في أجواء عائلية غنائية راقصة، لكن من الواضح أن الوضع لن يمر على أبو عامر. فجأة وبدون مقدمات عاد أبو عامر لحياته الطبيعية مع أبنائه، ودخل الفرح والسرور مرة أخرى إلى منزل عامر، واختارت نوف أن تعزم الجميع على العشاء ليقضون أجواء عائلية احتفالية بعودة والدهم. لكن في الحقيقة أن بعد تأثر سليمان في المدرسة بكى كثيرا عند كلام المدرس على اليوم العالمي للأب. تذكر الوضع الذي يعيشه والده حاليا، وعندما تحدثت المدرسة مع أبو عامر حاول أن يتظاهر أنه أصبح أفضل من سابق، عكس ما يدور بداخله، وتستمر المواقف والأحداث.